ميدو طبعا مش انتقد كابتن شوبير، انتقد يانيك فيريرا. بس الذهول عندي هنا اللي ميدو قال حاجه تاريخيه. الراجل عايز ياخد فلوسه، الراجل عايز يحقق اكبر مكاسب من الزمالك. ايوه، ما هو الراجل عايز ياخد عقده. الطبيعي في العلاقه يا عبد الله، هي اتعكست الايه. الطبيعي اللي الراجل ياخد فلوسه. ليك اللي انت تعرف يا عبد الله، جروس اخر 4 مدربين للزمالك، جروس ما خدش فلوسه، باتشوكا باتشيكو ما خدش فلوسه، فيريرا ما خدش فلوسه، جوميز ما خدش فلوسه. كل الكلام ده يا عبد الله وميدو عايز يقلب الحياه. النقطه المفاجاه بقى يا عبد الله، بس الناس بتنسى. ميدو نفسه في 2012 جاب انذار على يد محضر للزمالك عشان ياخد مستحقاته اللي كانت بالغه اياميها 4 مليون جنيه، وخدهم. وكان الرئيس ممدوح عباس. عشان بقى نختم المفاجاه بحاجه حلوه كده كمان، ميدو نفسه ده هرب من الزمالك وهو سن 17 سنه، راح احترف في بلجيكا. الكلام ده موثق من دكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك. الكلام ده كله انت مش عايز الناس تاخد حقوقها. الدنيا يا عبد الله بقت مايله، ما تعرفش مين اللي غلطان.